أيها الإنسان الخجول، تعالى عايزة أقولك حاجة. أحيانا الخجل بيكون عقبة لحاجات عايزين نعملها وبيأثر على حياتنا سواء كانت الاجتماعية أو العملية. علشان كده جبتلك 5 نصايح تساعدك تتغلب على الخجل. 1. الثقة بالنفس. لازم تدرب نفسك على الثقة بالنفس وتظهرها للناس كمان. انت زي الفل، مش ناقص حاجة على فكرة، وما تخافش، مفيش حد أحسن من حد. رقم 2. الاقتحام الجميل. اتشجع تدخل في مناقشات صغيرة كده مع أهلك، مع صحابك، أو حتى مع ناس ما تعرفهمش في مواضيع بسيطة زي ماتش كورة مثلا، فيلم اتفرجت عليه، رأيك في لبس شفتيه في محل. ده هيفتح لك باب للكلام مع الناس، وواحدة واحدة هتلاقي الخجل بيقل وتعرف تتعامل معاهم عادي. رقم 3. جرب حاجات جديدة، يعني العب رياضة في نادي، انزل اقرا في مكتبة، اتعلم حاجة فنية زي المزيكا والرسم. كل ده هيساعدك تتعرف على ناس جديدة وهيطور مهارات التواصل الاجتماعي عندك. 4. خليك لذيذ. الرسمية زيادة عن اللزوم في التعامل ما بتفتحش مجال حلو للحوار. خلي عندك كده حس فكاهي، بس برضو يعني لو دمك مش خفيف بلاش منها. اضحك مع الناس، اتبسط معاهم، ده هيزود قبولك عندهم وبالتالي هتثق في نفسك زيادة والخجل هيروح. رقم 5. اشترك في اي نشاط كلامي، يعني نوادي ثقافية، حضور صالونات شعرية، اتعلم public speaking. ده هيديك جرأة في الكلام وثقة ان انت بتعرف تتكلم كويس قوي من غير ما تخجل. بس كده، دي نصايح الكاتب من كتاب غدا أجمل. ادخل بقلب جامد كده وما تتكسفش، هيحصل ايه يعني؟